عسلامة، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم حبيت نوريكم طريقتي في إعداد الشوربة المفورة كيفاش نحضرها أنا. أول حاجة أنا نعملها نبدأ نحط الزيت متاعي. تنجموا تستعملوا أي زيت متوفر عندكم. أنا استعملت زيت زيتونة وحطيت فيه 2 فلفل. قليتهم مليح دونك لين طابوا بالقداي، ومن بعد حطيت راس بصل، مغرفة طماطم. دونك مغرفة طماطم نحلها بشوية ماء باش تتحلي في وسط الزيت، ونقعد نقليها بالكدا حتى لين تنقص منها القروصية. وقتها نجم نبدا نحط الفحات متاعي. بالنسبة لي أنا ما نحبهاش حارة برشا، دونك ديكو الفلفل متاعي حار، حطيت منه جوست مغرفة صغيرة متاع قهوة، مغرفة صغيرة ملح. ما ننساوش اللي احنا زاده باش نحطوا الملح في البات متاعنا. ثوم، شوية حمص منفخ بيان سور، وعندي شوية دجاج كونجولي زيتا حطيته، وساعة نمرق شوية ونحرك. بالنسبة لي أنا نحس اللي تقل يتبنن الماكلة، دونك ما نجمش نستغنى عليها على غالب مالغري اللي هي مش صحية. نحب زاده الكليل والزعتر في الماكلة، لك علاش تراوني ديما في الوصفات متاعي نحط كليل وزعتر. كيما هوني حطيت شوية كليل وشوية زعتر. نفوح الدجاج بالبسباس مش بالتابل والكروية. جربوها لاستروس وتفكروني. الحاصل هنا الصوص نعملها كيما الصوص متاع المقرونة بالضبط. بون جوست انقص شوية طماطم وكهو، نمرقها بالماء بالكدا، ونض جوست ما يغملي الدجاج متاعي، ونزيدها من بعد وريقة رن، ومن بعد نحط فوقها الكسكيس ونخلي حتى لين الماء متاع الصوص متاعي يغلي. ان اتوندون نمشي نحضر انا الشوربه متاعي. دونك نحط الكونتيتي متاع الشوربه اللي انا باش نطيبها. بالنسبه لي انا عملت قربت كيلو غير ربع حاسيلو. حطيت شويه ملح فوقه وشويه زيت. بالنسبه لي انا حطيت شويه زيت زيتونه. قعدت نفرك فيهم بالكدا بين يديا حتى لين يدخل الزيت في معناه يدخل في كعبات الشوربه متاعي. وقتها انا نتفقد الصوص متاعي، كي نلقاها غليت نحط فوقها الشوربه، وبعد باش نقعد نمرقها بالصوص سخون. كيما قاعدين تراو هوني الصوص متاعي غليت، رميت فيها كعيبات بطاطا مقصوصين. هوني ناخذ الكسكاس متاعي نحط تحته صحن، ونقعد نمرق بالصوص، ونحرك مليح باش الصوص سخونة تخلط للشرب الكل وتطيب. او ميم طون العملية هي نعاودها على قليلة 4-5 مرات باش تطيب لي شربة بالكدا وتجي طايبة من داخل. و ميم طون الشربة متاعي تاخذ من البنة متاع الصوص وتجيني بنينة. هوني الشوربة حضرت، دونك حطيتها في صحن كبير، وقعدت هكا نحل فيها خاطر انا خليتها بردت في وسط الكسكاس. اما دو بريفيرونس تقلبوها وهي سخونه، وبقيت نسقي فيها بالصوص متاعها. وهوني زينتها بكعيبة البطاطا، حطيت الدجاج متاعي، وريقة الرند زيدا زينت بيهم قرين فلفل وشوية الحمص. وهوني ريحة الشوربة فاحت وجاتني ريحة وفيحة كما يقولوا، وان بلوس جاتني كل كعبة وحدها بنين على ما نقولكم محلاها. حسيلوا جربوها على طريقتي وخليوا لي رايكم في التعليق، ونراكم في فيديو جديد ان شاء الله. ان شاء الله نهاركم زين وبسلامة.